بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبائي وأصدقائي، أعضاء منتديات اف اكس اريبيا. أحب أرحب بكم في تحليل أسبوع جديد من موقعكم الجميل www.fx-arabia.com، والموجود الرابط بتاعه هنا. إن شاء الله الأسبوع ده هيكون لينا تحليل أسبوعي على بعض العملات والسلع اللي احنا اتعودنا دايما ان احنا بنحللها كل اسبوع. واللي اسال الله ان هي ان شاء الله تكون فتحة خير علينا، ويكون رمضان خير ورمضان كريم على كل الناس، ويكون رمضان شهر الخير دايما في الطاعات والعبادات والثواب. وان شاء الله كمان يكون شهر الخير في الفوركس. هنحلل مع بعض ازواجنا اللي احنا اتعودنا ان احنا نحللها، وهنشوف اليورو دولار. يمكن احنا الاسبوع الماضي كان في حركة غير مدروسة لليورو دولار، او كان في يعني طلع فوق ونزل تحت، وفي الاخر انتهى الامر ان هو اغلق بشمعة دوجي، يعني شمعة حيرة. لم يحدد اتجاهه، هل هو الى هبوط مرة اخرى مع العلم، مع راية العلم، ام هو سيكمل الصعود مع القناة الصاعدة الطويلة. لكن على اي حال، لا زال الاتجاه العام هو صاعد. لا زال اغلاق الاسبوع ما قبل الماضي هو ابتلاعي صاعد، مرتدا من الموفينج 200، مرتدا من الموفينج 200 الويكلي. الاسبوع اللي فات زي ما قلنا قفل دوجي، ولم يستطع ان هو يكسر اي من الترندات اللي كانت مقابلاه. زي ما احنا شايفين، كان في هنا كسر كاذب لهذه القمة، وارتد مرة أخرى وهبط بعد ما وصل لمستويات 45-25. هبط مرة أخرى بعنف وبقوة. ولكن يوم الجمعة بعد ما قلنا إن هو خلاص هينزل يوم الجمعة، يعني لو شفنا على فريم الأربع ساعات، بعد ما قلنا إن هو خلاص هيبدأ فيه النزول يوم الجمعة، وإن السعر قد يعود إدراجه للمزيد من الهبوط للارتكاز على راية العلم السفلية. ولكن مع تقرير الدين، سقف الدين والتصويت اللي تم بتمديد سقف الدين حتى 2015، طبعا أدى إلى ضعف الدولار. إن الدولار لازال يعاني، ولازال هناك مشكلات في أمريكا، وده طبعا أدى إلى صعود اليورو دولار خلال آخر وقت في الأسبوع. شايفين ادي اخر شمعتين 4 ساعات هم اللي ادوا الى صعود بسيط بعد هبوط طوال الاسبوع، وقدر ان هو يقفل بيهم مرة اخرى داخل على هذا الترند المكسور. اغلاق يوم الجمعة جه صاعد. لدينا اتجاه من اتجاهين، اما الصعود مرة اخرى حتى هذه المستويات 44-45 او 44-50، وهو القمة السابقة أو الترند السابق اللي أصبح الآن ثلاثي الارتكازات. أو إنه يهبط ويغلق شمع الديلي تحت هذا المستوى، تحت الموفينج 100 الديلي اللي هو عند 43-30، إن هو يقدر إن هو يغلق الديلي هنا أهو، أو في هذه المستويات. هنتكلم ساعتها إننا سيكون أمامنا المزيد من الهبوط مرة أخرى لليورو دولار حتى الراية السفلية، أو حتى هذه الموفنجات. كوجهة نظري وبناء على تحليل أساسي، أعتقد إننا سنرى أيضا الصعود إلى اليورو دولار. شايفين هنا إن هو في هنا ترند ثلاثي الارتكازات على اليورو دولار، وقدر السعر إن هو يطلع ويعيد الاختبار مرة أخرى ليها. طبعا ما كانش في وقت اخر الاسبوع ان هو يكمل. اذا امامنا هذه المستويات، مستويات هامه جدا، لو قدر ان هو يكسرها ويقفل فوقيها يبقى هيكون في عندنا اهداف اوليه اللي هي القمم السابقه. هدف اولي هنا، ثم هدف اولي هنا، ثم المزيد من الاهداف بعد ذلك. اغلاق تحت هذه
لو قعد اختبار وبدأ هو يعني لو بدأ ينزل من بداية الأسبوع، إذا سننتظر إن هو يقفل تحت هذه الموفنجات، الموفينج افريج 200 لأربع ساعات، وهيكون لنا المزيد من الاستمرار مرة أخرى للهبوط. أتوقع الصعود أكثر من الهبوط، ترند عاملة زي الصعد. إغلاق الويكلي لا يعني شيئا كثيرا، واجب علينا انتظار إغلاق ويكلي آخر، سواء صعد عشان يؤكد لنا الصعود، أو سواء هابط عشان يؤكد لنا إننا في المزيد من الهبوط، وسنهبط حتى مستويات 37 50، اللي هي ممكن يكون في ارتكازات هنا عند هذا الدعم السابق والموفينج 100 الويكلي والترند الصاعد السابق. لكن حتى الآن لا زال الاتجاه هو الصعود بعد كسر المستويات اللي احنا حددناها. الباوند، الباوند ايضا كنا اتكلمنا ان هو هيكون في صعود نسبي خلال هذا الاسبوع، واعتقد ان الباوند كان حاله افضل حاله من اليورو. مش بس ان هو صعد خلال الاسبوع، لكن هو قدر ان هو يقفل مره اخرى داخل القناه الصاعده الطويله اللي هو ماشي فيها، وده يدينا الإيحاء والقدرة إن احنا نفكر في المزيد من الصعود حتى المستويات اللي احنا اتكلمنا عليها هنا اهو. واعتقد ان دي اهداف الباوند القادمة، اللي هو مستويات 76 50، حوالي 350 نقطة من السعر الحالي. إغلاق الباوند صاعد يعطي المزيد من الدفع إلى الصعود حتى الهاي السابق. آه، شايفين هنا على فريم الديلي الباوند كسر الموفينج افريج 100 الديلي، وعاد اختباره وصعد بقوة خلال اخر شمعات الاسبوع. ودي زي ما احنا شايفين ان هو قدر ان هو يقفل بداخل الترند مرة اخرى. اعتقد ان احنا اي شمعة صاعدة سواء على الاربع ساعات او على الديلي يوم الاثنين، يبقى احنا هيبقى امامنا فرصة طيبة للدخول شراء مرة اخرى للباوند، وبأهداف نهائية 1.67 كأهداف نهائية. شايفين هنا الباوند كان في ترند على الاربع ساعات، وحاول ان هو طبعا يغلق جواه، ودي اخر شمعة اربع ساعات في الاسبوع لا تعني شيئا. المزيد من الصعود لو شفنا شمعة واحدة بس أعلى هذه المستويات، وشفنا شمعة أربع ساعات صعد أعلى هذه المستويات، يبقى احنا اتجاهنا صحيح. المزيد من الصعود الباوند للشراء وفقط خلال هذا الأسبوع. شرط البقاء فوق هذا الترند، شرط البقاء فوق 63 80. لو قدر ان هو يستمر فوق هذه المستويات، اذا هو لسه في طور الشراء. لو اغلق هابط في اي يوم وقدر ان هو يكسر الترند ده مرة اخرى، اذا يبقى احنا سيكون امامنا التفكير في البيع. لكن حتى الان انا اميل اكثر للشراء مع اغلاق ديلي او اربع ساعات صاعد. طبعا الباشا دولار فرانك خلص الكلام. البيع ثم البيع ثم البيع هو التفكير السائد لدولار فرانك. زي ما قلنا اي حد هيفكر في شراء دولار فرانك هيكون اخطأ خطأ كبير. دولار فرانك الان يسير في الفراغ، من فترة كمان يسير في الفراغ، ويمكن احنا كنا بايعين من مستويات 83. اعتقد اننا سنقوم بصدد زيارة قاع القناة السفلي، اللي هو يعني اولموست يعني قرب كتير ان هو يوصل لهذه المستويات. هنراقب وصوله الى هذه المستويات، وهنشوف لو قدر ان هو يكسر. شايفين القناة يعني مثالية جدا، يعني شوف يعني واحد اتنين تلاتة اربعة، يعني بينج بونج طالع زي البينج بونج بالظبط. هيكون لنا ارتكاز هنا عند هذه المستويات. طبعا هي في حوالي يعني بحد اقصى 50 نقطة او 60 نقطة من السعر الحالي. هنشوف هيوصل هنا ايه اللي هيحصل. ساعتها هيكون في حل من اتنين: اما الصعود كبينج بونج اصلا تاني مرة تانية والارتكاز والهبوط من الضلع القناة العلوي، او كسر هذا الضلع والاستمرار في المزيد من النزيف للدولار فرانك. طبعا الفرانك قوي جدا والدولار ضعيف جدا، والاتنين طبعا يعني قوة واحد وضعف الآخر، يعني مؤدي إلى هذا الشكل يعني اللي احنا شايفينه. نموذج قناة مثالي جدا جدا جدا.
بالنسبة لي كاستراتيجية التداول على هذا الزوج خلال هذا الأسبوع، سننتظر هذه المستويات، مستويات بوينت 7 8. لو أغلق تحتيها يبقى المزيد من البيع. لو قدر إن هو يصعد هنستناه عند مستويات مرتفعة نسبيا ونديله على دماغه تاني ونخش في المزيد من البيع. هنشوف النيوزيلندي، حتى الواحد الصحيح سر يا نيوزيلندي، إغلاقات صاعدة مستمرة. قعدت اختبار للقناة اللي كسرها وقدر إن هو يصعد بقوة جدا يوم الجمعة. ديلي صاعد، ويكلي صاعد، شهري صاعد، كل حاجة صاعد. النيوزيلندي للشراء وفقط. الشراء من أفضل المستويات. أي هبوط للسعر سيكون فرصة طيبة للشراء. أتمنى يكون في فرص هبوط للسعر، لكن إن لم يهبط السعر فالزوج فيه هاي تاريخي وهاي جديد، وكل يوم بيعمل هاي جديد وكل أسبوع بيعمل هاي جديد، والأسبوع ده برضه هيعمل هاي جديد إن شاء الله. إغلاقات قوية جدا. أي هبوط زي ما قلنا فرصة طيبة للمزيد من الشراء. الأسترالي أيضا هو كان كسر هذه المستويات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها الفترة اللي فاتت، وقدر إن هو يستمر في المزيد من الصعود. لكن إغلاق الويكلي أيضا جاء صاعد كما هو متوقع. شايفين إغلاق الأسبوع اللي فات كان صاعد وكان ابتلاعي، وكنا توقعنا المزيد من الصعود الأسترالي خلال هذا الأسبوع، وده اللي حصل بالفعل، المزيد من الصعود. أي هبوط الأسترالي يمكن الشراء من هذه المستويات 1.08، أو ممكن الشراء من هذه المستويات لو هو قدر إن هو يوصل لها. ما دون ذلك فالأسترالي للمزيد من الشراء. أي هبوط للسعر هو فرصة جيدة للشراء إن شاء الله، والله أعلم. كان في زي ما احنا شايفين هنا في ترند على الأربع ساعات، ودينا شايفين إن هو السعر قدر إن هو يعيد اختبار وأخد شبكة انعكاسية. هنشوف قدر إن هو يقفل فوق الترند ده. إذا شكرا يا أسترالي، المزيد من الصعود هنشتريك واحنا مطمنين. لو هبط يبقى شكرا برضو يا أسترالي، يبقى احنا هناخدك من مستويات أفضل نسبيا من هذه المستويات، أو من هذه المستويات، أو من ارتداد من أحد الموفنجين 100 أو 200 على الأربع ساعات. هنشوف الذهب، نفس الشكل بتاع الدولار فرانك بس مقلوب الناحية التانية. واحد كان هابط كده لكن ده صاعد كده. الذهب المزيد من الصعود زي ما توقعنا 1625، هاي جديد، كل اسبوع هاي جديد. اغلاق شهري زي ما احنا شايفين، اغلاق شهري زي ما احنا شايفين ابتلاعي قوي جدا صاعد. المزيد من الصعود شرط ان احنا نكسر قمة القناة التي يسير فيها الذهب. لو قدرنا ان احنا نكسر 1650 اذا سنحلق حاليا في مستويات بعيدة جدا ومستويات مرتفعة جدا. ما دون ذلك فهيكون في هبوط نسبي وتفريغ الشراء ثم المزيد من الشراء مرة أخرى. الذهب ترند عام صاعد. تفكير في شراء فقط، تفكير في بيع يعتبر خطأ كبير ولا يغتفر كمان. الفضة بعد إغلاق، شايفين إغلاق الشهري الفضة قدرت إن هي تقفل شهري ابتلاعي ومرتدة من الترند الصاعد. إذا هذا يعني أننا سيكون لدينا المزيد من التفكير في الشراء. إغلاق 3 جنود خضراء، شمعة 3 جنود خضراء، إذا سيكون لدينا المزيد من الصعود مرة أخرى لأن ده نموذج استمراري صاعد. الفضة تداولت خلال الأسبوعين الماضيين ما بين مستويات 38 فيبوناتشي ومستويات 50 فيبوناتشي. أي كسر مستوى 50 فيبوناتشي وإغلاق فوقه هيكون أمامنا فرصة يعني لو كسر مستويات 41 وقفل فوقيها سنذهب مرة أخرى إلى مستويات 43 حيث 61 فيبوناتشي، ثم الهاي السابق الهاي التاريخي عند 50. أي هبوط ممكن يحصل هبوط حتى هذه المستويات ثم المزيد ثم الارتكاز والمزيد من الصعود مرة أخرى
يعني ينزل يرتكز على الترند ويصعد الفضة مرة أخرى. حتى الآن لا زال التفكير العام هو الشراء وفقط، الشراء وفقط. شايفين الصعود القوي، إغلاقات الشهري مشجعة جدا كونها إغلاقات ابتلاعية واضحة جدا. بكده يكون تحليلنا الأسبوعي خلص، وإن شاء الله يكون تحليل موفق علينا. شايفين شمعة الشهر على الفرنك عاملة ازاي، المزيد من الهبوط. بالنسبة للباوند شمعة الشهر ايضا تعطي المزيد من تعطي التفكير في الصعود. قدرت ان هي تقفل بالفعل داخل الترند الشهري. لو رسمنا هذا الترند بهذا الشكل، تقفل داخل الترند الشهري. عندنا مستويات قوية هنا على الشهري، ثم ضلع القناة ضلع القناة العلوي مرة أخرى. طبعا المستويات دي هي نفس المستويات الموجودة على الويكلي هنا. الشهري، إغلاقات الشهري هي كانت شمعة الحرامي. ما أقدرش أقول إنها شمعة ابتلاعية، لكن شمعة الحرامي مثالية جدا. أعتقد أننا سيكون أمامنا المزيد من الصعود خلال هذا الشهر للباوند. بالنسبة لليورو، شمعة الشهر اليورو شايفين إن هي كانت ارتدت بشكل رائع من الارتكاز الصاعد هنا اهو. شايفين القناة اللي ماشي فيها السعر. طبعا لما نشوفها على شمعة الشهري شايفين ان هو نزل ارتكز القناة هنا اهو، وبعد كده ارتد منها بقوة. طبعا اي اغلاقات صاعدة او اي صعود وكسر هاي الشهري الماضي اللي هو عند 45 76 سيكون امامنا صعود مرة اخرى حتى هذه المستويات وحتى ضلع القناة العلوي. بكده نكون انهينا التحليل بتاعنا، وان شاء الله يكون التحليل افادكم، وان شاء الله يكون فتحة خير عليكم، ويكون رمضان كريم علينا كلنا، ورمضان خير وسعادة وامن وسلام واستقرار على مصر كلها. احب اشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله هنتابع التحليل خلال هذا الاسبوع. يمكن الاسبوع اللي فات انا اعتذر ان انا ما تابعتش التحليل، هو كان اخر اسبوع قبل رمضان. كان الواحد لازم ياخد يعني فرصة طيبة كده ان هو يلحق يصيف قبل رمضان. وان شاء الله يعني يكون الناس كلها يعني يكون صيف سعيد عليها، والناس اللي ما لحقتش تصيف قبل رمضان ان شاء الله تلحق تصيف بعد رمضان. احب اشكركم كلكم على حسن استماعكم، وان شاء الله هنتابع خلال هذا الاسبوع آه، التحليل الاسبوعي بتاعنا. وان شاء الله كمان هنتابع الدورة بتاعتنا، الويبينار اللي احنا بنقدمه، الويبينار المجاني اللي احنا بنقدمه، اللي هيكون كل يوم حد وخميس، بداية من الساعة 9 بالليل توقيت جرينتش اللي هو 11 توقيت القاهرة، وحتى السحور، حتى الساعة 1 حتى الساعة 2. إن شاء الله يكون في إفادة، وإن شاء الله يكون في نقل علم لكل إخواننا المتاجرين الجدد في الفوركس. بشكركم مرة تانية، ورمضان كريم سعيد عليكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.